السلام عليكم. طيب، إجابة على سؤال مهم جدا، ناس كتير جدا 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 بتسأله، وهو هل لما اتخرج من المعهد اللي عليه فنون مسرحية هشتغل وهقبض ولا لا؟ الموضوع بيتعلق بيك انت. لما تدخل المعهد ممكن تدفن وممكن تبقى نجم، على حسب انت سعيك، وعلى حسب علاقاتك اللي بتعملها وانت في المعهد، وعلى حسب اجتهادك وتطورك من نفسك. ياما ناس كتير جدا دخلت المعهد وبقت نجوم، وياما ناس كتير جدا دخلت المعهد واتدفنت، وياما ناس كتير جدا دخلت المعهد وما عملتش اي حاجه، وقصادهم ناس كتير ما دخلتش المعهد بس بقت نجوم وبقت ناس مهمه جدا. يعني كل حاجه متاحه وكل حاجه موجوده وكل حاجه وارده، ولكن الفكره الاساسيه انك لما تسعى، لما تطور من نفسك، لما بتعمل علاقات كتير وبتاخد بكل الاسباب، خلاص يعني هتوصل. هي الفكره مش عنده، لا، انت هتعمل ده خلاص ربنا هيكرمك. ففكره انك تشتغل بعد المعهد، طبعا 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 الله اعلم. لو حد قال لك انت هتشتغل بعد المعهد يبقى انت كذاب، فاهم؟ هي الفكره لا، انت وسعيك، انت وشطارتك، انت وذكائك. وغير كده، فكره انك تقبض بعد المعهد، اللي هو ناس بتفكر يعني مثلا لما اتخرج هيبقى في قبض ثابت. ما على ايه؟ ما القبض هيبقى على شغل، والشغل هيجي من السعي. فبس هو الموضوع واضح جدا يعني. انك تشتغل او تقبض، ده يبقى طبعا على حسب سعيك، على حسب تطورك من نفسك. ودخولك المعهد ده اول الطريق مش اخر الطريق خالص. يعني في ناس بتوقف سعي بعد ما تدخل المعهد وتفكر ان هي كده الحياه خلصت، لا خالص طبعا. ده بدايه لحاجات تانية اكبر واكبر واعمق بكتير جدا. فبس يعني ربنا يجبر بخاطر اي حد يا رب ان شاء الله داخل المعهد، او ربنا يجبر بخاطر اي حد برضه ما حصلوش نصيب ان هو يدخل المعهد، واسعى وطور من نفسك واشتغل، وتاكد ان هي هتيجي في وقتك الصح. وبس كده، اعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، وشارك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.